بحب ام علي بالرقاق، بتبقى اتخن شويه، وطبعا يبقى لسه اللبن محطوط اخر حاجه قبل ما اكلها. بس ده ما يمنعش ان الخلطه بتبقى طعمها حلو او طعمها وحش. انا بتكلم على فكره خلينا في الرز بلبن اهو. حلو. وفي زبيب سوداني فوق. حلو. اول مره ادوق الرز بلبن بالسوداني. حلو جدا. الرز بلبن انت ممكن تقول ايه ده حاجه سهله قوي، يعني ايه رز بلبن؟ لا، الرز بلبن مش معمول حلو وانت بتاكل تحس بالنشا في بقك، تحس كده بحاجه بتلزق في بقك يعني. ده معمول حلو قوي ورز مفلفل فيه، فيري نايس. نيجي بقى لام علي، وبما اني عارف انها معموله بالميل فاي فهتلاقيني انا من الاول مش مبسوط قوي يعني، بس انا باكلها عشان الطعم بيفرق. وعايز اقول لكم سر، مفيش مره اكلت ام علي لو اتلسعت، نفسي مره اكلها ما اتلسعش. انا عملت غلطه، مش قادر اعرف اذا كان طعمه حلو ولا لا، لاني خدت الاول الرز بلبن، الرز بلبن سكره عالي، لما جيت اكل من ام علي بعديه مش عارف احدد الطعم. دي غلطه مني انا بقى، نجرب معلقه كمان. هي سكرها مظبوط، بس زي ما بقول لكم انا بيرسونلي عندي مشكله مع ام علي في معظم المطاعم، يعني بيعملوها بعجينه الميلفاي، مش رقاق. بس ده ذوق شخصي، ده انا لما في ناس ممكن يعجبها ده جدا لان هو طعمه حلو. هو بس مشكلتي مع الميلفاي اللي بيبقى صايص قوي، ما بيبقاش كونسيستنت، ما بيبقاش ماسك نفسه شويه. لما هي كأم علي طعمها حلو. نختم بقى